ليه بتكسري فرحتي يا امي؟ يلا بره، يلا اطلع بره انت وهي، بره. استني ايه؟ الست دي مفيش في قلبها رحمة، طردت ابنها في الشارع ومراته حامل في الشهر الأخير. الموضوع ده مهم جدا يا جماعة، يا ريت كلنا نعمل شير، شجعونا على فعل الخير. يلا بينا نبدأ أحداث القصة. عملت اللي قلتلك عليه؟ عملت كل حاجة بالحرف الواحد. انت عارفة لو فوتت يوم هنرجع نعيد من الأول. لا يا خالته متقلقيش. احنا ما صدقنا. ايه الصوت ده؟ في صوت. يخرب بيتك قطة، أنا مش قلتلك اقفلي الباب البيت كويس علشان القطط اللي بتدخل؟ لا والله يا خالته تلاقيها دخلت من البلكونة. طب يلا تعالي. بس هو نايم، سيبيه نايم وتعالي نشوف هنعمل ايه. طفي النار، يلا. خالتي كانت عندك وخدت منك الازازة دي. ام مصطفى عارفها صح؟ الحاجة نور. بالظبط. انا مش عايزة دي، انا عايزة حاجة تموته بالبطيء، ومش هو بس، هو وامه. انا جبت السم اللي انت قلت لي عليه. اللي انت قلت لي عليه ده. جبت السم اللي انت قلت لي عليه. على الله بس يجيب نتيجة. هي بتكلمك في الموبايل. خلاص ماشي. انا مضطر اقفل بقى عشان مش هينفع اتكلم معاك اكتر من كده. هي بقت كده. ماشي يا بنت خالتي. ماشي حاضر حاضر. باي.
ازيك يا خالته؟ ازيك يا حبيبتي؟ مصطفى هنا؟ مصطفى لا نزل. مصطفى دخل. ماشي يا حبيبه قلبي. الحمد لله على السلامة. ايه ده؟ مصطفى؟ هو مصطفى ما نزلش؟ الله يسلمك يا مصطفى. مصطفى؟ بصوا بقى انتم الاتنين، المفروض ان انتم اقرب حد ليا في الدنيا دي. انت يا امي وانت يا بنت خالتي. بس بصراحة انا شايف ان انتوا لو ناس غريبة مش هتعملوا اللي انتوا بتعملوه ده. بنعمل ايه؟ انتم فاهمين وانا فاهم كويس انا اقصد ايه. ما تردي يا امي على التليفون، ويا ريت تسمعي ابنك حبيبك المكالمة. اظن احنا عمرنا ما كان بينا اسرار. اسرار ايه يا ابني؟ طبعا مفيش بينا اسرار. طيب ردي. ما ردش ليه؟ الو. السبيكر. بقول لك ايه يا حاج، انا كده عملت اللي عليا. عملت اللي عليا، وابنك طلق مراته. لو ما بعتيش باقي الفلوس انا ليا تصرف تاني معاكي، مفهوم؟ سلام يا حاجه. هنعمل ايه يا خالته؟ يا ترى مصطفى بيفكر في ايه؟ انا خايفه قوي. ده انا اللي خايفه اكتر منك. انا ما كنتش متخيله ان كل ده هيحصل. يا ترى بيفكر في ايه؟ انا ما كنتش متخيله ان كل ده يحصل. وهو حصل. يا ابني اسمعني لاخر مره. انا غلطانه وندمانه، بس بنت خالتك. بنت خالتي ايه؟ بنت خالتي اللي انت عايزانا اتجوزها بالسحر والاعمال اللي دمرتوا بيها حياتي؟ انت لسه قدامك العمر ومش هتندم. فعلا لسه قدام العمر. كل واحد فيكم عنده اللي وراه واللي قدامه، لكن انا خلاص ما بقاش في حاجه قدامي. كل حاجه بقت ورايا، كله بقى ورايا. بس انا عاوز منكم حاجه، عاوزكم تسيبوني في حالي، سيبوني اكمل بقيه حياتي لوحدي لحد ما اموت. ما تكتفونيش اكتر من كده، لان انتوا عارفين كويس ان انا مش هقدر اعمل حاجه. اسمع يا ابني. ابنك ايه بس؟ هو انت فعلا متاكده ان انا ابنك؟ ويا ترى دموعك دي حقيقه ولا خدعه زي اللي بتعمليها؟ انت مصدقه الفيلم اللي انت بتعمليه ده؟ طبعا مش هتعرفي ترد عليا. استنى يا مصطفى. سيبيني في حالي، خلاص كفايه. انا ما كنتش متخيله ان كل ده هيحصل وان احنا هنوصل للمرحله دي. طب ايه الحل دلوقتي؟ هنعمل ايه في المصيبه دي؟ سيبيني دلوقتي. بس يا خالته. قلت لك سيبيني دلوقتي، غير وشي. صباح الخير يا امي. صباح الخير يا قلب ماما. انا هعمل اللي انت قلت لي عليه، وهعمل اللي يريحك، وهتجوز بنت خالتي. بجد؟ بس اعملي حسابك، ايوه. احنا مش هنقعد في المكان ده لحظه. ليه مصطفى؟ انا مش مرتاح هنا، هنشوف مكان تاني. هتجهزوا شنطكم وهتجهزوا الحاجه وهنتوكل على الله. اللي تشوف. تمام ماشي، قوموا يلا جهزوا حاجاتكم. بصي انت عارفه كويس انا بثق فيك قد ايه. انت مش بس بنت خالي، انت اكتر من اختي، وانا مش برتاح في الكلام غير معاكي. مصطفى انا مش هرتاح غير لما افهم انت ناوي على ايه. ناوي اديهم درس عشان يعرفوا ان اللي عملوه ده حرام. حرام يحرموا واحد من مراته وابنه اللي لسه ما شافش دنيا. برضه يا مصطفى انا خايفه عليك من السكه اللي ناوي تمشي فيها دي. السكه دي مش بتاعتك. ومين مشاني فيها؟ مش هما؟ رجع لها يا مصطفى، رجع لها. ما انت خلاص عرفت كل حاجه. مش قادر، يا ريت، مش بمزاجي. اللي انا فيه ده غصب عني. مش فاهمه. غصب عني. انا ساعات بيجيلي احساس ما بكونش مصطفى اللي انت تعرفيه. مصطفى انا حاسه بيك كويس، متوقعه ايه اللي ممكن تحس بيه.
انا لغايه دلوقتي مش متوقعه ايه اللي هم عملوه ده. اكيد اللي بيحصل لك دلوقتي بسبب القرف اللي كان بيتحط لك في اكلك وشربك. وانت عرفت منين ان انا كان بيتحط لي حاجه في اكل وشرب؟ إيه انت يا مصطفى اللي قايل لي، انت اللي قلت لي. انا ما قلتلكيش. انا لازم امشي دلوقتي يا مصطفى. وبكده نكون وصلنا لنهاية أحداث الجزء الخامس. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا ريت لايك وكومنت واشتراك في القناة، شجعونا كمل.